مباراه الاهلي تعال على مباراه الزمالك. كالعاده الزمالك لازم يعكنن على جماهيره. كسبان 1-0، المدرب بتاعه لخبط في التغييرات، عمل تغييرات هلاميه، تغييرات كلها سمك لبن تمرين، فادى الافضليه لفرقه الجونه اللي هي المفروض تكسب النهارده. خلي بالك الشوط الاولاني غلطه من صلاح مصدق، بياخدها المهاجم ويشوطها قنبله بتيجي في العارضه، ودي كانت المفروض جول. الشوط الثاني فاول بيتشاط بتيجي في العارضه ومن مسافه بعيده كان المفروض تخش جول. والجون الثالث العالمي اللي الراجل جابه بتاع الجونه، كره من جمله جميله جدا ما بنشوفهاش من لعيبه الاهلي ولا الزمالك، اتحطت من ورا الكابتن حسام عبد المجيد، الراجل بطنها للراجل اللي جاي، حط وش رجله في المقص، نفس الكره اللي هي جت في العارضه اللي هي قبليها على طول. فالنهارده الجونه حق ربنا بصراحه ربنا ان هو ياخد ال3 بونت.